الله عليكم الخوت. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. رمضان كريم وعشرة مبروكة. جيت اليوم بقصة جديدة، هاد المرة قصة مختلفة. نتمنى ان شاء الله تكون عبرة وإفادة لكم. نبداو على بركة الله. انا الاسم المستعار ديالي هو سلمى، عندي 21 سنة. والقصة بدات من 2015 فاش كانت عندي 15 سنة. دارنا ولات خاوية من بعد ما كلشي خوتي خدامين وخواتاتي جوج تزوجوا، وليت كنبقى بوحدي في الدار. الملل، هاد الملل هو اللي خلاني نقرا الكتوبة بزاف، ولكن ماشي اي نوع ديال الكتوبة، غير اللي متعلقة بالجن والشياطين والسحر والشعوذة. قريت في واحد الكتاب ديال السحر باللي غيخصوني شي مكونات. مشيت عند العطار سولته ولقيتهم، غاديتهم في بيتي وبديت كنقرا عليهم في دوك الطلاسيم. شي عام ونص تقريبا وانا كنتعلم في هادشي، بطبيعة الحال بالتخبية على ماما، ولكن كانت شاكة فيا. حتى لواحد النهار ملي دخلات لبيتي ولقاتني مدور عليا الشمع، ما تصوروش اش دارت ليا. قالت ليا بلي انا السبب في مرضها وشي مشاكل اللي ما عندي بيهم حتى علاقة. ما حسيت براسي تغوت عليها بالجهد وبواحد الصوت بحال الا مش ديالي. ما فهمت والو. ماما جمدات في بلاصتها وانا سخفت بالخلعة. من داك النهار وانا كنطيح وكنسخف بلا ما نشعر. داوني امي وبا عند بزاف ديال الفقهاء، وليت شوية، ولكن باقي كنشوف شي حوايج كتار. وكنكون كنمشي حتى كنسمع شي صوت مورايا تابعني، وملي كنوض ما كنشوف حتى واحد. عاودت مشيت عند فقيه اخر، قال لي بابا بلي نقدر نتسكن. انا ما فهمت والو، صدمت. دخلت لبيتي وبديت كنغوت وكنبكي. اش داني شي سحر، وهذه عمرني ما نساها، حيت كانت واحد صاحبتي كتعيط ليا ديما، ومن مدة ما بقات عيطات عليا. سمعت بلي مسكينة تشيرات، يعني زعما سكنها جن. وشفتها كدور واحد المرة في الزنقة، كتمشى بحال شي حمقى. بغيت غير ندوي معاها، ما قديتش بالخلعة. مشيت خديت ديك الكرتونة اللي كنت جامعة فيها أغراض ديال السحر، وانا نحرقهم كاملين. رجعت للدار، صليت وطلبت ربي يسمح ليا، حتاش السحر غير الشرك بالله. والحمد لله من داك النهار ما بقيتش كنخاف نقرا شي كتاب ديال السحر. ودابا انا كنصح اي واحد باغي غير يجرب السحر، كنقول لكم بلي السحر هو الحاجة الوحيدة اللي خاصك ما تجربيهاش، حيت الا دخلتي لداك العالم صعيب تخرج منه، اولا بالاحرى ما يمكنش. شحال من واحد وشحال من وحده مات ومشى كافر بالله، وانا كنقول الحمد لله والشكر لله ملي ما وقعاتش لي شي حاجه خايبه بزاف. الى هنا تنتهي القصه ديال اليوم، لقصه كلها عبره، وبزاف الناس كيخاطروا بحياتهم، كيخاطروا بزاف ديال الحوايج كيتجهوا لهاد الميدان. وكنقول لجميع الشوافة والشوافين واللي كيتجهوا للسحر والشرك بالله، الله يهديكم، اتقوا الله، راه خربتوا بيوت
وآديتو ناس بزاف. بركة بركة، خصوصا احنا في شهر المغفرة والغفران، في شهر الكريم، في شهر سيدنا رمضان اللي أبواب ديال الله كلها مفتوحة. واللي بغيت نقول لكم أن الله كيقول إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يمكن لكم ترجعوا وتوبوا الله، تهزوا كفوفكم وتوبوا الله، لأن الشرك بالله صعيب باش يتغفر. ما حد باقي عندكم الوقت، باقي الأبواب مفتوحة، باقي الرجوع الله. ما عليكم إلا تتوبوا وتقوا الله، تقوا في الله، تقوا الله في الناس اللي آذيتوهم وبزاف وبزاف وبزاف. كاين اللي حما، كاين اللي تفرقات على راجلها، كاين اللي آذيتوها، كاين اللي تشويه الجمال، بزاف بزاف بزاف. لهذا نصيحة مني لكم، هذا شهر فيه 30 يوم كدوز بالزربة. علاش ما نغتنموش الفرصة ونطلبوا الله وراه غيستجيب لينا. ناهيك عن السحر، أي معصية كيف ما كانت، تغضاو وصليو وطلبوا الله. أقسم بالله يا أبواب الله مفتوحة، وربي ما كيخيب تا واحد. إلى هنا كتنتهي القصة ديالنا. كنتمنى أنني ما كنطولش عليكم. القصص اللي كنجيب هي عبرة وإفادة لينا، هي من الواقع المعاش اللي كنعيشوه في هاد الأيام. لهذا خوتي خواتاتي، كنضرب لكم موعد إن شاء الله في قصة جديدة وفي حكاية جديدة وعبرة وإفادة جديدة. ترقبوا موعد آخر إن شاء الله، وقصة جديدة إن شاء الله. ما تنسوش الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا. السلام عليكم.